تخيل إنك بتعمل عملية جراحية صعبة وفجأة بدأت تنزف في شكل كبير. في اللحظة دي ما كانش في أي حل للنزيف، وأغلب المرضى اللي بينزفوا في العمليات الجراحية كانوا بيموتوا. هديك سيناريو تاني. تخيل إن في أم في عملية ولادة وبرضه بدأت تنزف وللأسف ماتت. بالمناسبة ساعتها ده كان من أهم الأسباب الرئيسية للوفاة في الأمهات أصلا. وسيناريوهات غيرها كتير غير السيناريوهين اللي أنا حكيت لك عليهم. تفتكر إيه اللي ممكن ينقذ المرضى في الحالات دي؟ الإجابة هي نقل الدم، زي ما سمعت كده. زمان قبل القرن ال17 السيناريوهات اللي انا حكيتها دي كلها كانت سيناريوهات طبيعية جدا، لكن للأسف ما كانش فيه أي حل لأننا ما كناش فاهمين أي حاجة عن الدم، وكان في مرضى كتير بيعانوا من النزيف. النهاردة بقى هحكي لك قصة عمليات نقل الدم، وإيه هي أول عملية نقل دم اتعملت في التاريخ. في سنة 1628 اكتشف العالم الإنجليزي ويليام هارفي الدورة الدموية. قبل التاريخ ده البشر ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن الدم وإزاي هو بيدور في الجسم، وكان في نظريات كتير بتقول إن الجسم بيصنع الدم وبعدين يستهلكه في الأنسجة ويرجع يصنعه تاني، لكن للأسف النظرية دي واضح أصلا إنها غلط. وفضل البشر مؤمنين بكده لحد أما ويليام هارفي شرح لنا الدورة الدموية، ووضح لنا إن الدم بيتصنع في نخاع العظم وبيلف في دايرة مغلقة جوه الجسم كله علشان يغذي الأنسجة المختلفة، وهدم نظرية إن الدم بيتم استهلاكه في الأنسجة. لحد هنا بقى إحنا عرفنا أخيرا الدم بيمشي إزاي. بعدها بقى في سنة 1665 أحد تلاميذ ويليام هارفي العالم الإنجليزي ريتشارد لاور حب يعمل مخاطرة بعد أما فهم الدورة الدموية، وجرب إن هو ينقل الدم لأول مرة في التاريخ، لكن كانت بين حيوانات. ساعتها ريتشارد أنقذ فعلا بعض الكلاب المصابة من خلال إن هو نقل لهم الدم، وده كان أول مرة البشر يجربوا النوع ده من العمليات. بشكل منطقي جدا بعد سنتين جرب العلماء ينقلوا الدم بتاع الحيوانات للبشر، وظهر عالم اسمه جان باتيست ديني وجاب خروف ونقل دمه لإنسان. تتوقعوا بقى العملية دي نجحت ولا لأ؟ بشكل مفاجئ العملية دي نجحت لأنه نقل كميات صغيرة، لكن لما توسعوا وجربوا العملية دي تاني حصل منها مشاكل كتير وأدت لوفيات كتيرة جدا. تفتكروا بقى ليه ده حصل؟ لأن الجهاز المناعي بدأ يهاجم الدم اللي جاي من الحيوانات وبيعتبره جسم غريب، فلما بننقل كمية كبيرة الجهاز المناعي بينشط بشكل كبير، والمريض بيدخل في أعراض خطيرة زي حمى شديدة وجسمه كله بيوجعه، وفي الآخر في أغلب الأحيان بيموت. وده أدى لمنع عمليات نقل الدم، وإن البشر يوقفوا البحث في المجال ده تماما بسبب المشاكل الخطيرة اللي كانت بتحصل. وفعلا البحث وقف لمدة 151 سنة لحد ما ظهر عالم انجليزي اسمه جيمس بلاندل. معرفش بصراحة ليه كلهم انجليز، لكن الظاهر انهم كانوا بيعانوا كتير من موضوع الدم ده. نرجع بقى لجيمس بلاندل. كان طبيب نساء وتوليد، وكان بيشوف امهات كتير بتموت بسبب النزيف بعد الولادة، لحد ما ظهرت قدامه حالة كانت بتموت زي الامهات التانيين. فقرر بلاندل ان هو ينقل لها الدم من زوجها، ولحسن الحظ المريضة دي نجت من الوفاة وعاشت بعدها. عشان كده بلاندل يعتبر اول واحد عمل عملية نقل دم بين البشر. بعدها بقى جيمس بلاندن عمل 10 عمليات تانية، لكن للأسف مش كل مرة الحظ بيكون معاه، ونص العمليات دي فشلت وبعض المرضى ماتوا بعد ساعات أو أيام من النقل. وعلشان كده مع إن جيمس نجح أول مرة لكن برضه موصلناش لحل المشكلة. العلماء ساعتها ما كانوش يعرفوا ايه سبب رفض الجسم للدم يعني في الحيوانات، وقلنا تمام لأنهم مختلفين عننا، لكن برضه ليه بيحصل ده في البشر؟ فضل السؤال ده مجهول لحوالي 82 سنة لحد ما ظهر العالم النمساوي كارل لانش داينر. المرة دي نمساوي مش انجليزي زي الباقي. المهم بقى نرجع لموضوعنا. كارل لانش داينر اكتشف ان احنا لو نقلنا الدم من نفس الفصيلة فساعتها العملية هتنجح، لكن لو نقلنا الدم بين فصائل مختلفة فساعتها الجسم هيرفضه. واكتشف كارل ساعتها 3 انواع من فصائل الدم البشرية: A B O. وعلشان يعرف هل دم المتبرع ده زي دم المريض كان بيمزج الدم قبل ما يعمل العملية وبيشوف هل هيحصل توافق ولا لأ. في سؤال هنا بقى، ازاي كارل هيعرف ان في توافق؟ الإجابة: الأنواع المختلفة من الفصائل لما بتتحط على بعض بيبدأ الدم بيتكتل ويتجمع فوق بعضه، لأن بيبقى فيه خلايا مناعية بتهاجم الدم المختلف ده. وعلى فكرة دي نفس الآلية اللي كان الجسم بيرفض بيها الدم في أول الفيديو. نرجع بقى لموضوعنا. هنا أخيرا عرفنا أصل المشكلة وليه الجسم بيرفض الدم المنقول، وساعتها كارل أخد جايزة نوبل للاكتشاف ده. وبعدها بسنتين اكتشفنا فصيلة دم كمان غير التلاتة اللي فوق، وكانت فصيلة AB. ومن هنا بقى بدأت عمليات نقل الدم تنجح بسبب اكتشافات كارل، وبدأ البشر ينقلوا الدم بصورة طبيعية جدا. لكن للأسف ما نجحتش قوي برضه، لأنهم اكتشفوا إن الفصيلة الواحدة بتنقسم لحاجتين. يعني لو واحد مثلا فصيلة دمه A، فأنا عندي نوعين من الفصيلة دي، A بوزيتيف و A نيجاتيف. وزملاء كارل اكتشفوا النوع ده من البروتين وسموه عامل الريسرس.
وأخيرا عرفنا ننقل الدم بشكل آمن بعد خطوات ومعاناة كبيرة جدا. الحقيقة العمليات دي مع إنها كانت صعبة في الأول لكنها أنقذت ملايين البشر. فاكر أنت السيناريوهات اللي أنا حكيت لك عليها في الأول؟ فعلا بعد ما اكتشفنا عمليات نقل الدم عرفنا نعالج النزيف اللي كان بيحصل في العمليات الجراحية والنزيف اللي كان بيحصل في عمليات الولادة. ومش بس كده، لا ده في مرضى تانيين أصلا مصابين بأمراض الدم وبيحتاجوا يتنقل لهم دم بشكل دوري، زي مثلا مرض اسمه الهيموفيليا لو تسمع عنه. المريض ده بيحتاج في بعض الحالات إن هو ينقل له دم. طبعا مش هشرح الهيموفيليا لأن شرحها كبير جدا، لكن ممكن نعمل عليها فيديوهات في الفترة الجاية. وأمراض تانية كتيرة جدا قدر نقل الدم إن هو يعالجها ويخلينا نقدر نتعامل معاها. ومش بس الأمراض دي، لأ كمان في الحرب، وخصوصا الحرب العالمية الأولى، لأنك لو تلاحظ التواريخ بتاعة الاكتشافات دي كلها هتلاقيها قريبة جدا من تاريخ الحرب العالمية الأولى. فعلشان كده كان نقل الدم من أهم الحاجات اللي حصلت في الحرب وأنقذت جنود كتير. والنهارده بقى اتطورت فكرة عملية نقل الدم وقدرنا إن احنا نعمل بنوك دم في المستشفيات علشان نخزن الدم ده وننقذ بيه ملايين الناس. دي كده قصة عمليات نقل الدم وإزاي البشر عرفوها، وأشوفكم في فيديوهات وقصص جاية كتير من قناة ورا كل فكرة.